بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. الموضوع اللي أنا هكلمكم فيه موضوع مهم جدا، وأحاول أختصر على قد ما أستطيع، فأتمنى أن يكون الاستماع بتركيز. أنا ببحث في هذه المواضيع وأتحقق وبرجع للعلماء فيما يخطر ببالي، وقد يكون خطر ببال الكثيرين. يعني بعض الأسئلة الهامة في هذه المواضيع بحاول أجمعها وأشوف الإجابات الصحيحة عليها، واللي ألاقيه بنشره لحضراتكم، لعل الله يجعل لنا أجر في حياتنا وبعد مماتنا. لماذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم العدد 99 100 إلا واحد في حديثه الشريف صلى الله عليه وسلم فيما معناه إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة؟ طبعا احنا عارفين ان احصاء بمعنى العمل بمقتضاها والتفكر فيها ويعني ان الانسان يعيش بها ويتخلق باخلاقها. ولكن هنا في مسألة خطيرة جدا، ما معنى احصى 99؟ هل معناها انه احصى 99 اسم من اسماء الله الحسنى الكثيرة، فبالتالي حقق شرط دخول الجنة من هذا الباب؟ تمام؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل شرطا وجوابا للشرط، اللي هو إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طبعا عشان نكون متفقين، هذا الحديث لا يتعارض مع حديث اللي بنفهم منه إن أسماء الله عز وجل لا تعد ولا تحصى. يعني أسماء الله مش 99 فقط، ده مفيش تعارض. تمام؟ والدليل على كده اللي هو الحديث اللي بيقول فيما معناه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. تمام؟ يبقى إذن احنا كده متفقين على إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن أسماء الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، يعني مش 99 فقط. ولكن نرجع لموضوع 99، هل معناه إنك أنت لو أحصيت وعديت 99 اسم بالمعنى الإحصاء اللي شرحناه واللي حضراتكم عارفينه تدخل الجنة، ولا في 99 اسم مخصوصين هم اللي ليهم الشرط ده؟ تمام؟ طبعا من باب اللغة إن لله 99 اسما، يعني في 99 اسم من الأسماء بتاعت ربنا اللي يحصل 99 دول بالذات دخل الجنة. في بعض المعاني أو بعض العلماء يقول لك من أحصى 99 اسم، أي 99 اسم. تمام؟ لكن بعد ما دورت وسألت وبحثت تلاقي ان تحديد النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسم تدل على اعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، وتدل على صدق رسالته. فلو حضرتك عديت الاسماء الصحيحة بالقواعد اللغة الصحيحة، والاسماء اللي واردة في الكتاب وفي السنة، مش المشهورة. تمام؟ مش المشهورة اللي احنا عارفينها اللي بتتكتب في المساجد واللي هي بتتغنى في الأناشيد، في منها 21 اسم تقريبا أو 23 اسم خطأ. تمام؟ لو عديت الأسماء بقواعد صحيحة هتلاقيهم 99 100 إلا واحد، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فده من باب الإعجاز. تمام؟ يبقى إذن إن لله 99 اسما، هناك 99 اسم اللي يحصيهم يدخل الجنة. طبعا أنا في خلال هذا البحث اللي ظهر قدامي، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما سردش هذه الأسماء،
وفي بعض العلماء بدأت بعد تقريبا 800 سنة أو 1000 سنة تبدأ يعني تبحث وتجمع في هذه الأسماء الصحيحة. ولكن في بعض الأسماء لا تصح عن يعني إنه يسمى بها الله عز وجل، وإن كنا إحنا فاكرينها إنها من أسماء الله، تمام، ولكن حتى إن صح معناها، تمام، فلا تكون اسما، وإنما تكون من باب الخبر عن الله، زي المعز، المذل، الخافض، الرافع. كل هذه ليست أسماء، الاسم علم على الذات. طبعا مش عايز أخص في تفاصيل هذه الشروحات في الحتة دي، يعني الفرق بين الاسم والصفة والخبر هخليها إن شاء الله في يعني تسجيل صوتي آخر أو حلقة أخرى بإذن الله، تمام. فمن باب الإعجاز عن النبي صلى الله عليه وسلم إنك أنت لو عديت هذه الأسماء بس بالطرق الصحيحة هتلاقيها 99، لأنه قال إن لله 99 اسما، في 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، ولم يقل من أحصى لله 99 اسما دخل الجنة، تمام. ليه برضو النبي خلاها كده مبهمة؟ عشان يعني انت تجتهد وتشوف وتدور على هذه الأسماء وتسأل العلماء وتشوف. من ضمن الشروحات والبحوثات التي أنصح بها حد إنه يشوفها الشيخ محمود الرضواني، يعني اسمعوا له هذه الحلقات هتلاقيه مستفيض في الشرح في هذا الأمر، تمام. وبارك الله في فضيلة الشيخ أبو عمرو مصطفى صابر المفتش بإدارة الأوقاف وحاليا مدير إدارة أوقاف بمحافظة قنا بجمهورية مصر العربية، هو من أبلغني هذا البحث لما سألته عن هذا الموضوع، تمام. فالشيخ محمود الرضواني برضو قال من باب الإعجاز إنك أنت هتلاقي 99 اسم هم الأسامي الصحيحة التي ثبتت عن الله عز وجل. فابحثوا عن الأسماء الصحيحة هتلاقوهم 99، وحاولوا أن تحصوا أسماء الله وحاولوا أن تتخلقوا بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يا رب أكون فدتكم شوية في هذا الموضوع، وأتمنى أن أنا أستفيد من حضراتكم. لو عجبك الفيديو يا ريت الضغط على الإعجاب عشان يوصل لكثير من الناس، وانتظروني وصححوا لي أي خطأ وصوبوا لي. جزاكم الله عني خيرا، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.